كلمتين على المشي النهارده فيها نداء ومبادرة للشباب الرجالة. ايه رأيكم ايها الشباب ان احنا نبتدي نفكر في الحب والجواز لما نوصل لمرحلة ان احنا نقدر نصرف على نفسنا وعلى بيت؟ وده مش كلامي خالص، ده كلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال ايه؟ قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ايه هي الباءة؟ انه هو اوريدي كون نفسه خلاص، والباءة يعني لها تفسيرات كتير قريت فيها، انه يبقى قادر يصرف على البيت وعلى الست اللي هيتجوزها ويبقى عنده بيت. اصلا في تفسيرات ان الباءة يعني البيت. يعني ايه الكلام ده؟ معناه انه يا استاذ يا ايها الرجل او الذكر او whatever، ان انت ما تعلقش بنات الناس جنبك. لا، ما نعملش كده، ما نلطعهمش ونصبرهم ونقعدهم على الرف لغايه لما حضرتك تكون نفسك في 3-4 سنين تقدر تجيب الشقه ولا تأجر ولا تفضل يعني بينكم علاقه حب وارتباط، واصبري واستنيني وعشان خاطري ومش عارفه ايه وجيش ومش جيش وقصه طويله، وتفضل هي قاعده على الرف عماله ترفض ناس علشان حضرتك لسه ما بقاش عندك الباقه اللي هو ولا مهر ولا شقه ولا شغل مستقر ولا فلوس مستقره ولا هتعرف تصرف عليها ولا هتصرف عليها لو خلفته. فملطعها جنبك ليه وانت ما عندكش هذه القدره؟ دلوقتي في الزمن الحالي الشخص اللي يقدر يتجوز ويبقى عنده هذه الباقه، احنا بنتكلم في 30، يعني في 30 31 32 33 فما اكتر. هو ده اللي قدر شوية خلص كل اللي وراه وابتدى يبقى معاه مصدر دخل مستقل ومستقر، ده اللي يقدر يتجوز. لكن حضرتك ابو 22 و25 ده بتجوزوه بناتكم ليه؟ راميينهم؟ يعني مفرطين فيهم كده؟ وانت يا حبيبتي انت بتحبي واحد من سن 25، هو مش هيقدر يتجوز غير لما يبقى عنده 37 ولا 35، هتفضلي قاعدة جنبه ده كله؟ انتوا بتفكروا ازاي؟ علشان كده ده نداء لكل الولاد والشباب والرجالة، ما تقولش البنت انك بتحبها وعايز ترتبط بيها غير وانت جاهز. لانه فكرة انه استنيني واصبري ونتخانق وبعدين نفضل هي معلقها وتفضل هي مرتبطة واهلها بيزنوا عليها، قصة درامية ملهاش اي لازمة. انت عندك 25 سنة حبيت بنت، ما تقولهاش خلص كل اللي عليك، او قول لها لو هي عايزة تصبر هي حرة. لكن ما نقولش ما ندخلش نفسنا في قصة الحب والبنات والكلام ده في السن اللي هو بتاع 22 23. هتدخل نفسك في أزمة. يبقى من الأول أنا هبقى جاهز في السن الفلاني. يا ست الكل انت موافقة، أهلك موافقين، هتستنيني، أهلا وسهلا. لكن ما تبقاش قايلها لا السنة الجاية وبعدين سنة تجر سنة وتبقوا قاعدين مرتبطين 5 سنين ولسه 5 سنين خطوبة. ده اللي بيبهدل الناس نفسيا وبيخليهم مقهورين، البنات بالذات. فخلينا نأجل التفكير في الحب والجواز شوية لغاية لما تقدر تقف على رجليك، بحيث ان الست دي ما تبقاش عبء. مش انها نتجوزها ونبقى فرحانين قوي نتجوز عندنا 22 و25 سنة الله، وبعد كده نتطلق بعد سنة وهي جرى عيل وراها. ايه الحلو في كده؟ ما نسبق الاحداث احنا ونبقى اذكى منها من الاحداث ومن البلاوي دي، ونختار التوقيت الصح اللي نحب ونتجوز فيه. لان احنا عندنا في الشرق الاوسط مع احترامي لحضرتك حب يساوي زواج، غير كده مش تبعنا بقى.